ليك غاضب من برشلونة بعد التعادل مع رايو فايكانو. برشلونة يسقط في فخ التعادل ويرتفع الجدل حول الأداء. بيتيس يطرق باب برشلونة من أجل مارك برنال. يامال يتحدث عن خيبة أمله بعد التعادل مع رايو فايكانو. ديونغ يوجه انتقادات ويكشف أسرار ما حدث في المباراة. بعد التعادل الإيجابي أمام رايو فايكانو، المدرب هانس فليك عبر عن غضبه من أداء برشلونة، وقال إن الفريق افتقد للحدة وارتكب أخطاء كثيرة، وأضاف أن تقنية الفيديو لم تكن مفعلة بالشكل المطلوب، وأن رايو استغل هفوات الفريق، وأشاد بجوان جارسيا، لكنه شدد على أن الغرور يقتل فرص النجاح، وأكد أن على الجميع الالتزام 100% بعد فترة التوقف. برشلونة لم ينجح في الخروج بالفوز، حيث سجل لامين يامال هدف التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يدرك رايو التعادل عبر فران بيريز لتنتهي المباراة بهدف لمثله، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما وصل رايو إلى 4 نقاط في المركز العاشر. صحيفة سبورت كشفت أن ريال بيتيس تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مارك برنال، لاعب وسط برشلونة، على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكن النادي الكتالوني رفض العرض وأصر على بقاء اللاعب الذي يبلغ 18 عاماً رغم غيابه الطويل الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي. لامين يامال صاحب هدف برشلونة الوحيد أبدى خيبة أمله من التعادل، وقال إن الفريق افتقد الحماس على ملعب صعب، وأكد أن الهدف جاء من ركنية لم يتواصل فيها اللاعبون بشكل جيد، وأضاف أنه شعر بالثقة حين سدد ركلة الجزاء، وأنه دائماً جاهز لمساعدة الفريق. أما فرانكي دي يونغ فقد انتقد أداء الفريق، وأوضح أن برشلونة فقد الكثير من الكرات ولم ينجح في فرض سيطرته، وقال إن جميع الفرق باتت تعرف أسلوب اللعب ويجب التكيف والتحسن، كما تحدث عن غياب تقنية الفيديو، وأكد أن الغموض أثر على الفريق خاصة مع خط الدفاع المتقدم. وفي ختام الفيديو، لو عجبك المحتوى دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الأخبار أول بأول.